السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول الكلمات الخاصة بيونت 6 الوحدة الستة learning from our mistakes، تعلم من خطأنا أو التعلم من أخطائنا. إن شاء الله كمان هناخد كلمات الريفيو اللي هتبقى على بعد انتهاء الفصل السادس، اللي هتبقى كلمات ريفيجن 2 الخاصة بيونتس 4 5 and 6. يلا بينا مع بعض نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله هناخد النهاردة أول حاجة lessons 1 and 2. الكلمات المهمة عندي كلمة beg يعني يرجو أو يتوسل، Christmas اللي هو عيد الميلاد، pile يعني كومة. عندي assistant مساعد أو بائع، boss يعني رئيس العمل، disappointed يعني محبط، disappointed. عندي كمان enormous ضخم، حاجة هايلة. foggy ضبابي أو مغيم بالضباب. كمان معانا race يعني سباق، suddenly فجأة. upset يعني متضايق أو منزعج. معانا كمان donation يعني تبرع، free time وقت فراغ free time. عندي health صحة، international دولي، بنقسمها بقى المقاطع عشان تتحفظ سهلة. international دولي. logical منطقي، حاجة بالعقل كده logical. regret يندم أو يأسف. waste يضيع أو يصرف أو يهدر. كمان معانا do exercise بتيجي مع كلمة تمارين أو تدريب. do exercise. press out اللي هو الزفير، press out. طيب كمان معانا pay for يدفع مقابل، pay for. plenty of كثير من، plenty of. run off يجري بعيدا، work for بيعمل لصالح شركة، لصالح حاجة، work for. beg نيجي بقى للايه بعض التفسيرات كده او definitions تعريفات. beg يعني يرجو، to ask for something تطلب شيء، you need انت بتحتاجه، اسمها beg. طب مين not happy to spend money ما بيبقاش مبسوط وهو بيصرف المال، or give anything to other people وما بيديش اي حاجة لأي حد. يبقى مين هنا اللي هي ساعات بناخدها بمعنى يقصد او يعني، لما تيجي فيرب هنا بقى جاية كاسم او صفة. بعمل هنا ايه الصفة هنا؟ بقول ان هو not happy غير سعيد to spend money، بخيل، بيبقى متضايق، ما بيبقاش مسرور وهو بيصرف المال، وكمان عشان يدي فلوس برضه ما بيبقاش مسرور، ما بيبقاش مبسوط عشان يدي فلوس للناس. طيب pile قلنا اللي هي a group of things مجموعة من الأشياء put on top of each other محطوطة فوق بعضها. يبقى كلمة on top of each other دي اللي هتعرفني ان هي ايه كومة او مجموعة من الحاجة محطوطة فوق بعضها. طيب sigh اللي هي يتنهد، a deep breath out يبقى زفير عميق. shows tired بيعبر عن ايه؟ tired التعب، sad الحزن، or disappointed او الإحباط. طب تعال بقى نبدأ نشوف الحاجات الجميلة بقى دي. عايزة أفرق ما بين life و alive و the life. ايه الفرق ما بينهم؟ life اللي هي من غير أي أداة قدامها لا تجمع ومعناها الحياة عموما. طب alive قبلها أداة نكرة ودي حياة من نوع خاص، حياة خاصة. a happy life، a sad life. حددت الحياة نوعها ايه. طيب the life جبت هنا أداة ايه؟ معرفة اللي هي ذا، عرفتها كأني بقول الحياة. طيب هنا دي حياة شخص أو حياة فئة من الناس، مثلا the life of نيلسون مانديلا، حددت حياة الشخص المعين ده اللي هو مشهور ده. طيب تعالوا بقى نقارن برضو ما بين تريت وكيور وهيل. تريت ده بيعالج، علاج يعني. طيب كيور يشفي من مرض أو يشفى من مرض، بيتم شفائه. هيل يعني جرح وكان في عوارة كده والتأمت، الجرح بتاعها التأم. يبقى تاني patients are treated with a combination of medication
and exercise. بيتم علاجهم ايه؟ من خلال أدوية وتدريبات. طب هنا cure قال لي يشفى من مرض. it might be several months شهور عديدة before she is fully cured قبل ما يتم شفائها من المرض. طيب heal قلنا the wound took along الجرح بياخد فترة طويلة along time to heal عشان يلتئم. طيب عندي كمان work with work for work in work on و work as. الفرق ما بينهم work with بيعمل مع شخص، مع شركة، مع أطفال، يعمل مع. طيب هنا work for بيعمل لدى، لصالح شركة أو لصالح مكان أو لصالح منظمة work for. طيب لكن work in بيعمل فيه، بذكر اسم المكان. work on شغال على مشروع، بيعمل فيه على مشروع. طيب work as كوظيفة بقى هذكر اللي هو بيشتغل work as ايه، a teacher، work as a doctor، بذكر الوظيفة اللي هو بيشتغلها. تعالوا برضو نفرق ما بين let وميك وكوز واللاو. let على طول بيجي بعدها الفعل في المصدر، معناها يترك او يسمح ومعهاش تو دي ما بتجيش معاها عشان كده كاتبين بدون تو. طيب make برضو بدون تو معناها يجعل. طيب عندي cause الجملة بتاعتها بيجي فيها تو زائد الفعل في المصدر. تعالوا كده نبص اهو. he caused the little girls to cry كان سبب في ان هي ايه، البنت الصغيرة تعيط. to cry جت اهي لكن مش وراها على طول، بس بتيجي في الجملة بتاعتها. طيب عندي كمان allow بيسمح، برضو بتيجي في الجملة بتاعتها to زائد الفعل في المصدر ومعناها يسمح. using good seeds البذور الجيدة allow the farmers بيساعد المزارعين to get better crops الحصول على ايه، الحصول to get better crops الحصول على محاصيل جيدة. يبقى هنا يسمح جت معاها هي وكوز to زائد الفعل في المصدر ولكن ما جاش وراها على طول. طيب تعالوا كمان نشوف بيقول لي هنا I want you to buy the best food عايزك تشتري أفضل طعام and take it to Bob Cratchit's house تاخده للمنزل ايه Cratchit ده as a gift كهدية. هنا استخدمنا as بمعنى ايه وتعبر عن الحقيقة وليس التشبيه. مش احنا دايما اخدين إيه مثلا it's a beautiful like a moon هي جميلة شبه القمر. يبقى هنا لا، قال لي لا ده ممكن تكون as هنا جاية بمعنى ايه عن حقيقة as a gift كهدية، يعني مش بشبه تشبيه، لا ده انا بقول له ايه خدها له كهديه وانا فعلا عايزه انها تبقى هديه. فهنا از هنا ما جاتش ايه، جت على انها حقيقه مش على انها تشبيه، بتيجي بالمعنى ده برضو. طيب عندي كمان everyone was surprised to see Mr. Scourge smiling but they دي عايده على ايه، على everyone. الله احنا مش استخدمنا هنا everyone جت معاها was مفرد بس الفعل هنا جه مفرد لكن الضمير بيجي معاها جمع. تاني الضمير اللي بيشاور عليها جه جمع، يعني everyone زي عايدة على everyone. الفعل اللي بيجي مع everyone بيجي مفرد لكن الضمير اللي بيجي يعود عليها ايه جمع. احنا كده خلصنا الكلمات المهمة في lessons 1 and 2. هنبدأ في الكلمات المهمة في lessons 3 and 4. يلا بينا يا شباب. عندنا هنا bring back يعني يعيد الذكريات، بيسترجع كده حاجات قديمة. fall out يتوقف عن التعامل باللطف ويتعارك مع fall out. طب عندي كمان get on with يعني ينسجم مع get on with. طيب عندي كمان hang out with خدوا بالكم عندنا هنا حرفين جر في الكلام ده. hang out with يقضي وقتا مع hang out with. طب عندي كمان keep in touch with يبقى على اتصال keep in touch with. اما تيجي مثلا تسلم على صاحبك او تسلمي على صاحبتك تقول لها ايه keep in touch with خلينا ايه على تواصل مع بعض. طيب apparently بوضوح apparently بنقسمها apparently لو عملناها بهدوء، لكن لما نقول على بعضها apparently بوضوح. طيب عندي هنا caption اللي هو الشرح او العنوان لمقال او صورة، دي بنشوفها كتير على الانستجرام caption. يبقى ايه في الشرح معناها الشرح او العنوان لمقال او صورة. طيب تعالوا كمان نشوف ignore يتجاهل improve يحسن بيحسن. الكلمات دي كمان بتفيدنا في الترانزليشن فخدوا بالكم. عندي كمان مجازين يعني مجلة. مول طبعا كلنا عارفين اللي هو مركز تسوق مول. عندي كمان برومبت اللي هو مثير او محفز. وش يتمنى او امنية.
هاي سكول برضو بتيجي بمعنى مدرسة ثانوي، احنا عارفين ان هاي سكول بيجي معنا مدرسة ثانوي. ليدر قائد، ليدر القائد. عندي نيكلس قلادة، نيكلس السي هنا اتنطقت سي، سي اللي هي التانية نيكلس. عندي هنا opposite عكس او مقابل او مواجه opposite. organize ينظم organize. own يمتلك. relationship يعني علاقة، relationship علاقة. عندي reunion يعني إعادة جمع أو اتحاد أو لم الشمل. reunion برضه كلمة مهمة reunion. طيب عندي كمان according to يعني طبقا لي، طبقا لي. وعندي كمان take an interest in يعني لديه اهتمام بيه. طب تعالوا بقى نشوف هنا بعض الديفينيشنز او التعريفات. بيقول لي bring back يعيد الذكريات. قال لي يعني ايه to make you remember، كلمة remember يبقى bring back يعني remember. طيب fall out يعني ايه؟ يعني to stop being friendly، يبقى معناها to stop being friendly اللي انت تتوقف عن التعامل بلطف. طيب get into يعني to start enjoying. طيب get on with be friendly with اللي انت تصبح ايه؟ صديق. هنا الكلمتين دول يعتبروا كأنهم عكس بعض. fall out stop being friendly، stop توقف عن انك تكون ودود، لكن get on with اللي هي تكون be friendly. طيب hang out with يعني to spend time تقضي وقت to spend time. طيب keep in touch with و lose touch الاتنين عكس بعض. هنا keep in touch with يعني communicate with تتواصل مع، لكن lose touch to stop communicating توقف عن ايه؟ التواصل. طيب تعالوا بقى نشوف الحته اللذيذه اللي بتبقى جميله قوي اللي هي بقى الكلمات اللي شبه بعضها والفرق ما بينهم ايه. قال انا عندي هنا memory وسوفونير وانيفرساري. الفرق ما بينهم ايه؟ memory ذاكره، انا ما اقدرش امسكها بايدي لان دي حاجه في الدماغ كده، المخ اللي بيفتكرها، ذاكره تذكرها. طيب سوفونير دي تذكار، بيبقى شيء مادي، اي حد مثلا رايح مثلا اسوان بيجيب تذكار من هناك، رايح الاقصر بيجيب تذكار، حاجات بقى اثريه، حاجات حلوه، اي مكان بتحب تزوره او تشوفه بتجيب هدايا لاصحابك او لقرايبك، بيبقى اسمه سوفونير. الهدايا دي اسمها سوفونير، شيء مادي بيتذكرك بالمكان. anniversary دي ذكرى سنويه، ذكرى سنوية. طيب عندي كمان بنفرق ما بين conversation يعني محادثة ودي غير رسمية وتبادل معلومات، والتشات ده اللي هي غير رسمية برضو بس لتبادل حديث مش معلومات، وبتكون عبر التليفون أو الإلكترونيا. طيب عندي بقى بفرق ما بين تايتل وسب تايتل وكابشن. التايتل اللي هو عنوان رئيسي سواء في جريدة، مجلة، لمقال أو خبر أو عنوان كتاب، ده اسمه تايتل. أمال سب تايتل من اسمه سب وتايتل، سب الواحدة يعني فرعي، تايتل احنا قلنا العنوان، يبقى سب تايتل يبقى عنوان فرعي أو إيه ترجمة لفيلم طيب عندي الكابشن ده احنا قلنا تعليق مكتوب فوق أو تحت، صورة مطبوعة أو منشورة. طب تعالوا كمان نشوف الحاجات المهمة دي. بيقول لي هنا however there are ways في طرق to have a phone without losing your friends، اللي انت تبقى معاك تليفون بدون فقدان your friends أصدقائك. قال لي هنا جاي هنا ايه، انا مش بتكلم عن الجملة، انا بتكلم هنا على ان في verb جاء اخره ing بعد كل حرف جر. يبقى انا قال لي هنا كمعلومة او قاعدة ان انا عندي اي حرف جر بيجي بعديه الفعل في ing. انا قال لي هنا without دي بدون، قال لي دي تعتبر حرف جر، بعدها جاء الفعل هنا في ing. طيب قال لي هنا كمان تستخدم صيغة الفعل، يعني تعالوا كده نجيب الخلاصة ان stop هنا بتيجي لا اما فعل بعديه ing معناه يعني stop talking يتوقف عن الحديث. طب امال stop to talk يتوقف لكي. تعالوا كده نشوفها اهو. I stopped chatting with them too، انا توقفت عن التحدث معهم ايضا. يبقى هنا توقف عن فعل شيء، لكن اقول stop to يبقى هنا يتوقف لكي هيعمل حاجة تانية stop to ويعمل بقى يتوقف لكي ايه. تعالوا بقى احنا كده خلصنا الكلمات المهمة للدرسين الثالث والرابع. تعالوا بقى نشوف الكلمات الخاصة بجزئية الريفيجن، المراجعة على الدروس الرابع والخامس والسادس. في كلمات برضو مهمة زي كلمة bandage بنقسمها bandage
bandage معناها ضمادة، اللي هي اللزقة اللي بنحطها للجروح، ضمادة. عندي كاركتر يعني شخصية، كاركتر شخصية. chat يعني دردشة. comment تعليق. digital رقمي. اي بوك يعني كتاب الكتروني، اي بوك اسمه كتاب الكتروني. expert يعني خبير. feelings مشاعر، مشاعر. footprints اثر اقدام، footprints اثر اقدام. innovator مبتكر، innovator يعني مبتكر. طيب كمان معانا misunderstand يعني يسيء الفهم، misunderstand يعني يسيء الفهم. عندي كمان positive يعني إيجابي، إيجابي. كمان بروفايل ملف شخصي اسمها بروفايل. عندي response يعني رد استجابة، response. عندي rain اللي هي خراب أو يدمر. عندي story teller راوي القصة. swimming pool حمام سباحة. آخر حاجة معانا هي كلمة warn يعني يحذر. بكده نكون خلصنا بفضل الله وكرمه الكلمات الخاصة بيونت 6 ككل، وكمان عملنا جزئية الكلمات الخاصة بجزئية الريفيجنز اللي بعد الثلاث وحدات، الرابع والخامس والسادس. والحمد لله المسرحية كينج لير موجودة على القناة بالفعل. فاضل لنا جزئية الجرامر الخاصة باليونت 6، ان شاء الله انتظروها قريبا بإذن الله، ويبقى خلصنا المنهج بعون الله وفضله. دمتم في أمان الله.